بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هنتكلم النهاردة بإذن الله عن طريقة سهلة جدا لحجب المواقع الإباحية السيئة بدون استخدام أي برامج. إن شاء الله. بسم الله. هنفتح أولا صفحة جوجل. هتلاقي تحت كده على إيدك الشمال كلمة الإعدادات، هنضغط عليها. فتحت لنا قائمة صغيرة نختار منها دي اعدادات البحث، بحث متقدم، سجل. هنختار منها اعدادات البحث. هيبدأ يفتح لنا اعدادات البحث على جوجل. اول حاجة فيها لقيناها فلاتر البحث الامن. بيقول لك يمكنك الاستفادة من البحث الامن في حظر الصور غير الملائمة او الاباحية من نتائج بحث جوجل، مع العلم ان نسبة الدقة لا تصل الى 100%، إلا أنه يساعدك في تجنب معظم محتوى العنف ومحتوى البالغين. هنضغط عليه هنا كده، نشغله نفعله. ماشي. ممكن برضو نشوف الحاجات دي. عندي هنا بيقولك النتائج لكل صفحة. انت لما بتدخل اي كلمة بحث على جوجل بيجيب لك 10 نتائج في كل صفحة. ممكن انت تزودها بقى زي ما انت عايز، ممكن تزودها انت براحتك، مفيش مشكلة. عندي هو كل نتيجة يفتحها لك في صفحة لوحدها. ماشي تمام. هنعمل حفظ. ماشي. قال لك تم حفظ تفضيلاتك، بينقلك هو اوتوماتيك لصفحة جوجل تاني. ممكن نجربها. نجرب الحاجة اللي احنا عملناها وحفظناها ديت. ممكن ندخل اي كلمة بحث، فوت بول مثلا، اي كلمة بحث. فجاب زي ما احنا هنا كده شايفين دي ايه، دي نتائج البحث. دي نتائج البحث. طبعا الحاجة اللي احنا عملناها نافذة جديدة ديت. انت الاول لو كنت عايز تضغط على دي كان هيدخل لك فيها على طول، لكن كنت ممكن بقى تعمل كليك يمين وتفتح اوبن لينك نيو تاب. لا، انت دلوقتي لو ضغطت عليها كده هتفتح في صفحة لوحدها جديدة على طول. بص زي دي كده بالظبط، صفحة جديدة. تمام. بالنسبة بقى للمواقع الإباحية، لو للأسف مثلا نستخدم أي موقع زي ده كده مثلا، هنضغط هيقول لك لم ينجح بحثك عن إظهار أي نتيجة. لو شفنا مثلا كلمة تانية، أنا آسف إن أنا بكتب الكلمات دي بس للتجربة يعني. قال لك برضو لم ينجح بحثك عن إظهار أي نتيجة. أتمنى أن أكون أفدت حضراتكم، وشكرا جزيلا لكم. لا تنسونا من دعائي.